18 جنيه ب 18 جنيه ب 18 جنيه اهو ب 18 جنيه ب 18 جنيه بس ب 18 جنيه بس. خلي الغلابه تاكل. ده بلح اسوان انتاج 24/25 دي في وكاله الحاج شوقي ابو كريم بالزقازيق، ودي اجود انواع البلح، في سكوتي وفي عينات وفي شاميه وفي بيضه وفي بلح طري وفي بلحه سمراء. كل انواع البلح متبخر وناشف. في كراميلا برضو يا معلم. في كراميلا برضو. دي بلحه كراميلا والبلح عندنا اصلا بيبدا من 18 لغايه 40 جنيه. كل نخله بتتحط في بتتقطع شهرين 3 وتنحط في الشكاره بتاعتها. مش ينفع نحط نخله في ما شكارتين ينفعش نلخبط عشان مش البلحه دي مش زي دي ولا زي دي. انواع النخل كله زي بعضه يعني. النخل واحد عاملين زي البني ادمين، واحد ابيض وواحد اسمر واحد قمحاوي وواحد نفس النوع يعني النخل لا ما ينفعش نحط في شكاره واحده. يعني كل نخله تتقطع تنحط في شكارتها. بيبدا من 20 رجب. من 20 رجب لعند اخر يوم في رمضان في البلح الناشف. اما البلح الطري اللي هو بتاع الوادي بطولة السنه. طولة السنه شغال. بلح الوادي ده البلح الطري اللي متعرف عليه طول السنه. متعرف عليه طولة السنه. اما الناشف ده هو 3 شهور بس. تمام. وده بيبقى اسعاره كام؟ ده بيبدا من 230 جنيه. الكرتون كرتونه 5 كيلو بيبدا من 230 جنيه. عندي 235 يعني جمله. تمام. وال10 كيلو 460 جنيه. والناس بتيجي بقى اللي هم بياخدوا للبيوت ولا لا تجار. بيبيعوا للتجار؟ ده احنا بنبيع جمله. تجار اللي بيجي ياخدوا بيشيلوا 100 كرتونه 200 كرتونه 500 كرتونه من اسوان. اسوان نفسها. طب قول لي بقى البلح ده بيمر بمراحل ايه علشان يبقى ناشف كده؟ مراحل بينزل من النخله يتنشر على مشمع. نسبه نسبة الحراره هناك عاليه غير هنا. من على النخل طري ينزل طري ويقطعوه وينشفوه. بيقعد بقى ينشف وقت قد ايه ولا ما تعرفش؟ ممكن يخش له في شهر. يقعد شهر. وبعد كده يتخزن بقى نحط بقى في الشكاره ويتعبى الاول. هو ميعاد الجني امتى يعني؟ بيجنوا البلح ده امتى؟ شهر 6 بيبتدوا يجنوه شهر 6. وانتوا تستلموا منهم امتى؟ احنا بنستلم منهم في 11. هما بقى طول الفترة دي بيجهزوا البلح. بينشفوه ويبخروه وبعد كده يحطوه في صومعه ويقفلوا عليه ويمنعوا عنه التنفيذ.